أهلا بكم معايا في الحلقة الخامسة من كورس ودورة هندسة المعاهد والأكاديميات التعليمية. اتكلمنا في 4 حلقات فاتوا، لازم تسمعهم كويس قوي وتذاكرهم كويس قوي وتكتب الواجب بتاعهم كويس جدا عشان تفهم معايا الحلقة الخامسة، وإلا فالحلقة دي مش هتبقى مناسبة ليك خالص. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على تعريف الأكاديميات، اتكلمنا على مرحلة ما قبل البناء، واتكلمنا في جزء مهم وكبير جدا التحليل الاستراتيجي للأكاديميات. خدنا التحليل الخارجي، خلصنا فيه تحليل السوق وكمان تحليل المنافسين. وانا متأكد ان بعد ال4 حلقات دول انت بقى عندك حصيلة معلوماتية كبيرة جدا تقدر انك فيها تطور الفكرة بتاعتك او الأكاديمية بتاعتك. ولكن استمر معايا في الكلام عشان اللي جاي ان شاء الله اتقل واهم باذن الله. هنتكلم النهارده على جزء في غاية الأهمية، وانا كل مرة بقول لك في غاية الأهمية، معلش، لان كل المعلومات اللي موجودة في الدورة دي مهمة. هنتكلم في التحليل الخارجي اللي خلصنا فيه السوق وتحليل المنافسين. هنتكلم النهارده على تحليل العملاء. هو العملاء كمان هيتحللوا؟ طبعا، لازم كل حاجة حضرتك داخل فيها تبقى فاهمها كويس جدا. هنتكلم في تحليل العملاء على شرائح العملاء بتوعك. لو انت فاكر في المحاضرة الأولى كلمتك عنها شوية، بس النهاردة هكلمك عنها بالتفصيل شويتين 3. هنتكلم في شرائح العملاء. ايه هم بقى شرائح العملاء؟ اول حاجة هي تحديد العميل الاساسي. لو حضرتك فاكر ايه هو العميل الاساسي، العميل الاساسي هو شريك نجاحك، بيبدأ معاك وبيكمل معاك. زي ما قلنا ان العميل الاساسي ده ممكن يكون مش هو المستهدف المباشر. يعني مثلا العميل هو صاحب قرار الشراء، زي مثلا أكاديمية خاصة بالأطفال. طيب مين هنا صاحب قرار الشراء؟ ولي الأمر. مين هنا العميل الأساسي بتاعك؟ هو ولي الأمر، أو العميل الحقيقي بتاعك هو ولي الأمر. هو ده العميل الأساسي بتاعك، هو ده اللي انت لازم تدرسه كويس وتشوفه كويس وتستهدفه كويس. ما يبقاش انت عامل مثلا أكاديمية للأطفال وبتستهدف الأطفال، هم ما عندهمش قرار الشراء، ما عندهمش قرار الدراسة. القرار ده موجود عند ولي الأمر. طيب هنخش بعد كده في تصنيف الشرائح. ايه هو تصنيف الشرائح بقى دي؟ وركز معايا جدا. تصنيف الشرائح لهذا العميل الأساسي، مش تصنيف الشرائح يعني حضرتك تحط لي عملاء تانية. انا دلوقتي بتكلم على العميل الاساسي اللي هو ولي الامر. هنا بقى هنصنفه في عندنا ولي امر مبتدئ، عندنا ولي امر متقدم، عندنا ولي امر متخصص. انا بتكلم افترض ان هي اكاديميه اطفال، يعني العميل الاساسي بتاعي وشريك نجاحي دوت عنده مستويات. في ولي امر اصلا ما يعرفش يعني ايه اونلاين ويعني ايه اكاديميه ويعني ليه انا هدخل ابنائي في الاكاديميه والكلام ده كله، محتاج توضح له. وفي عند واحد في المتوسط كده يعني فاهم شويه بس مش متمكن قوي، وعندك واحد متخصص يعني ممكن يبقى دكتور في جامعه، ممكن يبقى اصلا بيدرس لاولاده، ممكن يبقى في مرتبه عاليه. محتاج برضو انك انت وانت بتخاطب الجمهور بتاعك تبقى فاهم الشرائح بتاعتك. تمام. طيب هنخش بعد كده على نطاق العميل الجغرافي. هو موجود فين؟ النطاق الجغرافي بيأثر جدا على العميل وعليك في السعر. وكمان الطالب ده ممكن يكون مثلا، تعال اشرح لك الموضوع ده بتفصيل اكتر. الطالب ده ممكن يكون دولي، ممكن يكون محلي. طبعا دولي ليه سعر، محلي ليه سعر، في دولة فقيرة ليها سعر، في دولة غنية ليها سعر. فده هيأثر معاك جدا. فلو انت قدرت تقول ان مثلا العميل بتاعي ده هو ولي الامر والشريحة بتاعته هو مثلا متوسط او متقدم، والنطاق الجغرافي بتاعه ساكن مثلا وليكن في مينيسوتا في امريكا، فاذا لما اجي احط التسعير بتاعه التسعير هيبقى مختلف. اكيد الخطاب هيبقى مختلف، النقاش هيبقى مختلف. فانت مهم جدا تاخد بالك من الامر ده. ايه تاني ممكن او ايه تاني لازم اخد بالي منه؟ هو دوافع القرار. الراجل ده ايه الدافع بتاعه اللي هيخليه ياخد قرار ان هو ينفذ العملية بتاعتك؟ دوافع القرار عندنا 3 دوافع: دوافع تعليمية، دوافع نفسية، والدوافع العملية. كل دافع من الدوافع دي لازم تركز فيه جدا وتاخد بالك منه كويس جدا جدا وانت بتخاطب العميل وانت بتوصف العميل. احنا دلوقتي بنتكلم على وصف وتحليل العميل بتاعي بتاع الأكاديمية بتاعتك اللي عملتها تحليل السوق وتحليل المنافسين. دلوقتي بتتكلم على العميل بتاعك وبتحدده اكتر وبتحلله اكتر. العميل بتاعك عشان ياخد القرار في 3 حاجات
بتأثر عليه في أخذ القرار. دوافع التعليم دوافع نفسية، دوافع العملية. يعني إيه دوافع التعليم؟ يعني عايز يتعلم مهارة معينة، خلاص طالب لغة عربية عايز يتعلم عشان مثلا طالب أعجمي يعني ما عندوش لغة عربية وعايز يتعلم عشان خاطر يخش جامعة مثلا في الأزهر اللغة العربية. ده هدف، ده مسار أنت فاهمه وعارفه كويس وحددته، ابدأ اتعامل معاه على الأساس ده. دوافع تعليمية، أب وأم عايزين يعلموا أبنائهم كذا وكذا القرآن الكريم، ده دافع تعليمي. طيب الدافع اللي بعده الدافع النفسي. ايه الدافع النفسي؟ دافع مشاعر الخوف، الطموح. يعني مثلا ولي امر بيشترك بدافع الخوف على مستوى ابنه وليس حب المادة. يعني ممكن ان هو ولي الامر يشترك معاك عشان خاطر هو خايف على ابنه. بص النقطة دي شائكة، معلش خلينا اقف هنا ثواني وركز معايا جدا جدا جدا. انا بقول مشاعر الخوف، ما بقولش خوفه. في فرق بين مشاعر الخوف وخوفه. مشاعر الخوف هو اسلوب طبيعي للتسويق، لكن تخوفه ده اسلوب غير طبيعي وغير لائق في التسويق. يعني حضرتك ما تعملوش شبح الخوف وتقول له ان ابنك هيتدمر، وان ابنك، بعض الناس اللي بتستخدم اساليب التسويق للاسف اللي بتعتمد على الاقتصاد السلوكي وعلم النفس، بيبدا يخوف ولي الامر يخوف ولي الامر لحد ما ولي الامر بيجي له كوابيس. يعني هو خلاص فاهم ان ابني على شفا حفرة من النار وخلاص مستقبله كله هيضيع. فانت بتزرع هنا اصلا في ولي الامر خوف. مش ده المطلوب انك تعمله، ولا مطلوب انك تستفيد بمهارتك العلمية في التسويق وعلم النفس في انك تخوف العملاء. لا، هنا بتكلم على الخوف الطبيعي. انت اصلا مجرد ما هتقول لولي الامر ابنك هو هيخاف اصلا. ابنك لازم هيخاف. ابنك لازم جرب كده اتصل بولي امر في التليفون عشان تسوق له حاجه وقول انا بكلمك بخصوص ابنك. اول حاجه هيقولها لك طيب خير في ايه؟ بص النقطه على طول فيها خوف. فكن حذر في موضوع الفرق ما بين مشاعر الخوف والتخويف. هنا بتكلم على مشاعر الخوف. يعني لما اجي اكلمه على ابنه هقول له والله حفظ ابنك للقرآن هيمنعه من مشاكل كتيرة جدا زي كذا وكذا وكذا وكذا. بتكلم عن حاجة واقعية، بتكلم عن حاجة منطقية، حاجة أثرها النفسي في تخويف الأب أثر طبيعي وعادي وصحي، ولكن ما تركزش على التخويف وتفخيم المشاكل عشان دوت اسلوب غير لائق في التسويق. ثالث حاجه معانا الدوافع العمليه، وده مثلا زي الوقت، المرونه، السهوله. زي مثلا موظف بيختار التعليم الاونلاين عشان وقته ضيق. وعلى فكرة النقطة دي بس لو اشتغلت عليها انت ممكن تعمل 50,000 أكاديمية غير الأكاديميات اللي موجودة دلوقتي. ازاي؟ ناس كتير جدا في الحضوري والأوفلاين بيبقى عندهم مشاكل طبعا ان هم يروح يحضر بالساعتين والثلاثة والكلام ده كله بيبقى صعب جدا عليه عشان وقته عشان أسرته عشان الكلام ده. جرب تعمل حاجة بديلة ليها في الأونلاين تساعده على ده. مجرد بس انك انت ركزت في النقطة دي انت جذبت فئة كبيرة جدا من العملاء. لان دلوقتي الوقت مع سرعته ومع التكنولوجيا ومع زيادة وقت عمل الناس العاملين، فهو ما بقاش عنده فرصة ان هو يتعلم. فتخيل بقى انت جبت له الفرصة ديت وقلت له والله في خلال ساعة في اليوم هتتعلم كذا، في السنة أو في الشهر هتكون خلصت كذا. وده بديل إنك أنت تروح وتسافر وتدرس وتتعلم وكل هذه الأمور. فتخيل مدى فرحته عاملة إزاي. وأكيد ناس كتير من اللي بتسمعني دلوقتي عندها نفس الإشكال ده أو مرت بنفس الأمور دي. 3 دوافع لازم أخد بالي منهم جدا جدا وأنا شغال مع تحليل العميل بتاعي وارصدهم واكتبهم. اكتب كل الكلام ده، كل الحاجات دي ارجع ابحث عنها واكتبها علشان خاطر ما تنساهاش. ده الملف اللي احنا هنشتغل فيها. طيب ايه تاني في تحليل العملاء؟ هنتكلم على معوقات الشراء. ليه ما بيشتريش عندي؟ ما بيشتريش عندي عشان مش واثق فيا. سهله جدا وواضحه، مش واثق فيا. ليه مش واثق فيا؟ عشان جوده المحتوى او النتيجه. يعني ايه الكلام ده؟ جوده المحتوى او النتيجه. في بعض الناس اللي بيجوا لنا استشارات بيقول لك والله انا عندي مشكله ان العميل لما بيجي لي ويسمع المحاضرات بتاعته ويخش يشترك بيزعل وبيمشي. فبقول له ليه؟ فبنكتشف في الاخر ان هو ما حطش نماذج حقيقيه من المحتوى بتاعه اللي موجود جوه الاكاديميه على البلاتفورم، على المنصات، على الفيسبوك، على اليوتيوب. فبتساله ليه؟ بيقول لك لا انا خايف تتسرق مني، ياخد مني حاجه. يا سعاده الباشا الفكره بتاعتك هي مش اهم واقوى حاجه في العالم، ولكن هي مؤثره ان شاء الله طبعا ومهمه. فبلاش تخبيها قوي، بلاش تداريها قوي، لان العميل مش هيخش لك ازاي؟ هو اصلا ما يعرفكش. عشان يخش لك لازم حضرتك تديله نماذج واضحه من التعليم بتاعك.
يا فندم النماذج الواضحه من التعليم بتاعي دي صعبه. ايه المشكله؟ مش انت عاملها صعبه؟ يبقى العميل اللي هيخش لك هيبقى عايز الصعوبة دي، وهيبقى بالنسبة له الصعوبة ديت هو التارجت أصلا بتاعه. طيب مصايب بتحصل في المعاهد الشرعية والأكاديميات، يعملوا إيه؟ ينزلوا محتوى بسيط جدا في فيديوهات فالناس تجتمع عليه فيخش يشتركوا، بعد ما يشتركوا يتصدموا بالواقع ان جوه في محتوى علمي ضخم وتقيل. ايه اللي بيحصل بعدها؟ على طول بيسيب الاكاديميه وبيبلغ الناس كلها ان هي ما تخش الاكاديميه دي لانها صعبه، والاكاديميه دي للاسف بتنهار. عشان كده عشان تبني الثقه نزل المحتوى بتاعك، نزل اعرضه، تمام؟ اعرض نماذج للنجاح، طلبه خلصت معاك. لو انت عامل معهد 4 سنين ممكن تقول لي ال4 سنين دول مين خلصهم؟ 5 سنين مين خلصهم؟ يعني انا اتوقع ان مفيش حد خلصهم. عادي كعميل وريني انت مين خلصهم، طلع لي 1 و2 و3 نماذج بالفعل قدرت تخلص ده. لو حضرتك ما عندكش نماذج انا هخش ابقى النموذج الاول ليك، يعني لازم توضح لي ده، تمام؟ علشان كده لازم تاخد بالك من نماذج النجاح والعرض بتاع المحتوى بتاعك. حساسية السعر، مدى تقبل العميل للسعر المعروض، زي مثلا سعر مرتفع دون توضيح قيمة التعليم الحقيقية. ودي برضو لقيتها في أكاديميات تانية كبيرة جدا، وأنا بعتبر بصراحة النوع ده من الأكاديميات يعني النوع المتكبر شوية. يعني هو أقول لك أنا ليه أعرض المحتوى بتاعي، أنا أحط السعر وخلاص. وده طبعا مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنا لما باجي أحط السعر ومش حاطط الجودة، يعني ما نزلتش فيديوهات خاصة بالجودة بتاعتي، ما عملتش أي حاجة تبين إن أنا قوي جدا في المحتوى، ورحت حاطط له السعر على طول، إيه اللي بيحصل؟ لما بيشوف السعر بيتخض بيقفل، خلاص مش هيكمل معاك. وما أنت يعني ما كتبلوش السعر، يعني ما قالوش السعر، لا قول له السعر بس. وأنت بتقول له السعر لازم تكون منزل حاجات بنفس كواليتي السعر. يعني لو حضرتك خايف تنزل المحتوى القوي بتاعك على السوشيال ميديا يبقى ما تقولوش السعر، تمام كده؟ طيب لو حضرتك هتنزل المحتوى القوي قول له السعر، هتنزل محتوى ضعيف اكتب سعر ضعيف. هو ده السعر بتاعك، يبقى انت كده بيأثر على التسعير بتاعك. لكن ما تحطلوش محتوى ضعيف جدا وتقول له السعر قوي جدا وتقول له ان شاء الله جوه هوريك الحاجات الكبيره. لا، هو اصلا لسه ما يعرفكش، وما تشتغلش على العميل اللي هو عارفك، العميل لسه ما يعرفكش. طيب بعد كده الخوف من الالتزام، وده برضو امر مهم اتكلمنا فيه كتير قوي. التردد بسبب طول البرنامج وصعوبه الاستمرار. متعلم مثلا يتجنب الاشتراك في برنامج طويل لانه عارف ان هو مش هيكمل، تمام؟ يعني واحد بيشترك معاك وانت بتقول له انا هشتغل معاك 4 سنين، والله هو عارف ان قدره التزامه في ال4 سنين مش هتبقى قويه، فهو خلاص من البدايه كده ما بيبقاش موجود. هتقول لي طب ما انا عايز اعرض ده علشان خاطر اجيب العميل بتاعي. صح، انت صح، لو انت مصمم على ال4 سنين او ال5 سنين يبقى لازم تحط ده. العميل اللي مش هيعرف يكمل معاك هيمشي، والعميل اللي هيكمل معاك هيستمر معاك وهيبقى موجود. طيب بعد كده هنتكلم على سلوك الشراء. سلوك الشراء في مدة اتخاذ القرار، قنوات التأثير، وأنماط الدفع. مدة اتخاذ القرار الوقت اللي بيحتاجه العميل علشان خاطر ياخد قرار الشراء مش في لحظتها. زي مثلا طالب اجنبي يحتاج الى تواصل وتجربه قبل الشراء، عايز يعرف انت بتدي معلومه صح ولا لا، اديته محاضره مجانيه، دخل معاك خد وقت عشان ياخد القرار. بينما طالب محلي يقرر بسرعه. وخد بالك من النقطه ديت كمان، ان مده اتخاذ القرار دي ممكن تبقى شهور. حضرتك مش بتعمل كامبين بتعمل فيه انتشار وبتعمل فيه تفاعل وبعد كده بتعمل فيه ليدز عشان يخش معاك. طيب الخطوات دي محتاجه من حضرتك ايه؟ محتاجه صبر. يعني في اكاديميات مثلا بتقول لك انا بقالي 3 شهور شغالين، فكره جديده، 3 شهور شغالين وما جاليش عملاء. لما بنعمل اناليسيس بنلاقي ان هو خلاص ناقص لهم شهر او شهرين ويبدا يتحول عمليات التفاعل والمشاهدات اللي هم بيشوفوها الى فعلا ناس فعليين ياخدوا معاهم القرار. عشان كده مدة اتخاذ القرار لازم تكون معتبرها كويس جدا وحاططها معاك في التفكير بتاعك. طيب قنوات التأثير، الأماكن التي يؤثر بها القرار، زي مثلا محتوى تعليمي مجاني، توصية، مراجعات طلاب، كل الكلام ده حاجات بتسرع في اتخاذ القرار. يعني ايه؟ يعني محتوى تعليم مجاني اتكلمنا عليه وتنزل نماذج. توصية، انت بتعمل حاجه شرعيه خاصه باكاديميه شرعيه، فايه المانع انك تنزل حد من المشايخ والعلماء اللي فيه ثقه ما بينهم وما بين الطلبه ان هو يوصي عليك، بتعدي مراحل كبيره جدا. او مراجعات لطلاب سابقين حضروا معاك ونزلوا رايهم في الاكاديميه. كل ده بيساعد على سلوك الشراء. النقطه الثالثه معانا هي انماط الدفع. وانماط الدفع مثلا يعني طرق الدفع المفضله. يعني ايه؟ يعني مثلا تبحث على، احنا هنا بنتكلم في عمليه البحث
خلاص احنا هنا لسه بنبحث، بنطلع ايه الافاتار بتاعنا اللي خاص بالعميل. العميل بتاعنا بيحب طرق الدفع تبقى سهله. مثلا ممكن انا من البحث بتاعي اكتشف ان عمليه الاشتراك الشهري احسن من الدفع بالكورس، احسن من الدفع بالسنه. افهم طريقه او افضل طريقه بيحب يتعامل بيها العميل بتاعي في حته انماط الدفع، واسهل عليه عمليه الدفع وما كترش الخطوات بتاعته علشان ما يقلقش. آخر نقطة معانا في تحليل العميل وهي رحلة العميل التعليمية. الرحلة دي لازم تاخد بالك منها وتبقى متصورها وانت شغال، تبقى فاهم العميل بيمشي ازاي. العميل بتاعك اللي دخل أكاديميتك اللي هي في السوق اللي انت حللته وخدت نماذج من المنافسين اللي انت حللتهم، العميل بتاعك ده عنده رحلة. الرحلة دي بيمشيها مع حضرتك، لازم أن تبقى فاهمها وراسمها كويس علشان تعرف كل خطوة من الخطوات ديت بيمشي فيها ازاي العميل. زي مثلا مرحلة الوعي، وعندنا مرحلة التقييم، مرحلة القرار، مرحلة الاستمرار. مرحلة الوعي هي اكتشاف المشكلة وانه عنده حاجة للموضوع ده، شاف فيديو تعليمي قصير حس بالمشكلة قال لازم اخلي ابني ياخد او يخش في الأكاديمية دي. بعد كده مرحلة التقييم، بدأ يقارن. أول ما أصلا كده كده البلاتفورم والمنصات السوشيال ميديا والكلام ده ما بيسيبش مساحات، يعني هو مجرد ما شاف إعلانك فظهر له كل إعلان الأكاديميات المنافسة. ولكن حتى لو ما ظهرش هو بيبدأ يبحث يعني ايه المشكلة ديت، وانا فعلا لو حلتها هبقى احسن ولا لا، وهي فعلا هي مشكلة ولا لا. بيبدأ في عملية ايه، مرحلة التقييم، يبدأ يقارن بقى ما بين الخيارات المتاحة قدامه. هل انا اخش موقع ولا منهج، والاسعار عاملة ازاي، ولا ده ارخص لا ده اغلى. هيبدأ يعمل يعني تحليل المنافسين اللي حضرتك عملته بس على شكل ابسط واسهل في موضوع السيرش. مرحلة القرار هو الاشتراك الفعلي، يعني هيسجل تسجيل بعد تجربة مجانية أو استشارة. دي المرحلة الثالثة معانا. خلاص هو شافك وحس بالمشكلة، قارن المنافسين وقارن الناس اللي هو في نفس المجال بتاعك، ثم بعد كده خد القرار ان هو يشترك. واخر مرحلة هي مرحلة تجربة التعليم والمتابعة، يعني جودة الدعم، تحديد الاستمرار او الانسحاب. هنا العميل بتاعك بيخش معاك في علاقة وطيدة، بدأ يتكلم معاك، بدأ يتناقش معاك، لازم تحسن هذه العلاقة وتستمر معاه في علاقة وطيدة وكويسة علشان يقدر يكمل معاك. النهاردة اتكلمنا على تحليل العملاء في التحليل الخارجي اللي اتكلمنا فيه في المحاضرة اللي فاتت عن تحليل المنافسين، واللي قبلها عن تحليل السوق. واجب النهاردة ان حضرتك تعمل ملف، الملف ده تكتب فوق شخصية العميل أو تحليل شخصية العميل اللي خاص بأكاديمية حضرتك، وتبدأ نقطة نقطة تفسرها وتحللها وتكتب الوصف بتاع العميل بتاعك. ويبقى كده انت خلصت تحليل العميل وقبله المنافسين وقبله السوق. ابعت لنا التحليل دوت، فريق العمل هيرد عليك ان شاء الله ويراجع معاك، ولو في حاجة هيبلغك بيها لو انت موجود معانا على المنصة. ولو موجود على اليوتيوب هتلاقي اللينك فيه كل الملفات موجود تحت في الديسكريبشن. المحاضرة دي كانت من ضمن منظومة كاملة خاصة بهندسة الأكاديميات والمعاهد الشرعية. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنخش في موضوع أعمق وأعمق، وهيطلع لنا مواضيع أوضح، وتبدأ كل مرة توضح معاك الأكاديمية بتاعتك أو الفكرة بتاعتك بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.